كمصمم الإضاءة هي سبب في إن هي تنقل شكل تصاميمك ومستوى تصاميمك لشكل آخر. في الفيديو ده أعلمك الأساسيات عن الإضاءة في بلندر، ولو تايه مش هتقدر في مجال التصميم بشكل عام. أنا هنا أساعدك. لايك سبسكرايب على الإشعارات ويلا نخش. أهلا ومرحبا بيك في الفيديو ده. إن شاء الله هنشرح لك كل حاجة عن الإضاءة. أولا السلام عليكم ومرحبا بك القناة. خلينا ندخل في صلب الموضوع على طول. هنشرح في الفيديو ده آه، أول 5 أساسيات على الإضاءة، وغالبا الخيار الأخير ده مش هيكون عندك في برنامج بلندر. هنشرح الأساسيات، أهم النقاط، أسهل طريقة أطلع بها إضاءة، واللي أنا شخصيا بستعملها في شغلي أنا، ودايما بستعملها باستمرار. الأول هنتكلم على أشكال الإضاءة زي البوينت، زي الصن، زي غيره، وهنشرح تفاصيلها. هنتكلم الأول عن البوينت اللي هي أقرب لإضاءة اللمبة. استخدامها بسيط جدا، ترفع الواط بتاعها وهي بتعمل لك حيز من الإضاءة حوالين الانفايرمنت أو البيئة بتاعتك. حيز بسيط جدا. استخدامها أقرب لللمبة أو لعواميد النور. استخدامها بسيط جدا ومش أساسية. الشمس احنا بنستخدمها زي استخدام الشمس العادي بالظبط. بتحطها بتنور الانفايرمنت كاملة. لو علتها بتعلي برضه الإضاءة كاملة. وممكن تغير الاتجاه بتاع الشادو أو اتجاه الظل بتاعها، ودي بنستخدمها غالبا في التصميم الانفايرمنت. السبوت هي الإضاءة الأقرب لإضاءة الاستوديو، او اللي احنا بنستخدمها في اضاءه الاستوديو، اللي هي بتركز على مكان واحد، وهي نفس الاضاءه اللي بتستخدمها في الجوبو اللي انا شرحتها قبل كده. بتركز الاضاءه على مكان واحد، وانت ممكن تعليها، ممكن تعمل كاست شادو، ممكن تكبرها، ممكن تصغرها. لكنها حلوه جدا في ان انت تعمل اضاءه بسيطه. اريا اكتر اضاءه انا بحب استخدمها، وهي ليها اكتر من شكل كوستمايزبل، فهي شكلها سهله جدا في الاستخدام. انا شخصيا بستخدمها في شغلي كتير جدا، وهي الاساسيه عندي. إضاءة الأريا بسيطة جدا للغاية. كل اللي عليك بتحطها، بتعلي اللوت بتاعها. ليك كل الحرية في التحكم فيها. ليك إن أنت تخليها دايرة، مستطيل، مربع، أي شكل. تقدر تعمل اللي أنت عايزه فيها. هي أكتر طريقة إضاءة سهل إن أنت تتحكم فيها، وهي طريقة إضاءة جدا جدا تنفع في جميع أنواع التصاميم. وأنا بقول لك من استخدام الشخصي، هي دي أكتر إضاءة تستخدمها في كل مشاريعك. ممكن تعلي الواط بتاعها، ممكن تقليها، ممكن تعمل السايز، ممكن تعمل كاست شادو، تمنع الشادو، تعمل حركات كتير جدا. إضاءة الأريا إضاءة سهلة التحكم بيها. 5 ال 3 بوينت لايت. 3 بوينت لايت أساسياتها إن أنت يكون عندك إضاءتين من الأمام وإضاءة خلفية. هي أصل الإضاءة أو أسهل طريقة إضاءة ممكن تعملها. أنا شخصيا بستعملها. عندك مثال هنا مثلا أهو 3 إضاءات بس أريا، طلعت إضاءة مثالية وجيدة لريندر زي ده. هنا برضه معانا في نفس الكلام ده. مشروع أنا كنت عامله قبل كده، وبس بحرفيا بأقل من 3 مساحات إضاءة هقدر إن أنا أطلع ريندر كويس. طيب، شايف الصورة اللي عندك اللي أنا حاططها دي كمثال؟ وده الريندر. حرفيا شبه جدا، طبعا مع فرق التفاصيل يعني، بس بقول الإضاءة بتخليها تطلع شكل جامد جدا أو شكل جميل جدا. وممكن عادي تستخدم 4 5 6 إضاءات، دي حاجة شخصية. زي مثلا المشروع ده عندي أنا حاطط أكتر من إضاءة. الانفايرمنت لايت، ازاي ان انت تنور الإضاءة كاملة على طول ب HDR. طبعا دي اسهل طريقة للإضاءة وبنستعملها دايما كتير احنا. ازاي بستخدمها؟ كل اللي عليك ان انت لو عايز تستخدم اي HDR من اللي هم موجودين جوه بلندر، هتفتح هنا الايكون الحمراء دي، هتخش على color، بعدين environment، بعدين open، بعدين هتخش على اللوكال سي او المكان اللي هو الاساسي عندك. بعد كده بروجرام فايل، بلندر فاونديشن، بلندر 4.2 4.2. بعد كده تخش هنا وهنا. بعدين هتلاقي كل ال HDR الأساسية بتاع بلندر. هنشرح جوبو لايت. الجوبو لايت أنا شرحتها قبل كده، واللي هي بتعمل زي تأثير، كأن في حاجة منعكسة على الأوبجكت اللي عندك. طبعا لو كتبت على جوجل جوبو لايت هتلاقي لك مليون مثال بيشرح لك ايه هي الجوبو بالتفصيل، لكن انا هشرحها لك بطريقه بسيطه جدا وببساطه. الجوبو لايت سهلة جدا عكس ما الناس تتوقع. أنا مستعملها في قبل كده في أكتر من مشروع وشرحته على القناة قبل كده. كل اللي عليك إن أنت بتضيف إضاءة اسمها إضاءة السبوت، أو اللي إحنا لسه كنا بنتكلم عليها من شوية. خليني أظبطها، أحطها 90 درجة، أظبطها الأول عشان أوريكم إزاي بنستخدمها. طبعا الإضاءة دي يا جماعة هي أكتر إضاءة شكلها جمالي وسهلة. ممكن تعملها بأي حاجة، مش شرط السبوت، بس أنا هنا هشرحها بالسبوت لأن هي بالسبوت يعني سهل التحكم بيه اكتر.
هنفتح use nodes وهنعمل shift A ونجيب node image texture. تمام. هنجيب mapping. بعد ما جبنا mapping هنجيب node دي كمان عشان نقدر نوزعها على اليو في. بعدين هنعمل open وهنختار صورة جوبو. صورة الجوبو دي هي اللي بتطلع او هي السر في انها تطلع الاضاءة دي. هنوصلها بالسترينج وهنجرب ان احنا نعلي الواط بتاعها وليكن مثلا 900 او 9000 ايا يكن، يعني تجربة بس كده. وهنخش على مود الريندر. طبعا دي بتنفع بس في ريندر سايكلز مش ايفي. وده شكل طلع معاك اهو. لو دورت على جوجل لايت ستوك بيكس في جوجل هتلاقي ملايين والاف الصور نفس اللي انا بستخدمه بالظبط. السوفت بوكس لايتنج، جربت قبل كده انت تعمل اضاءة لاوبجكت فيه حديد او ميتال وطلع ليك الريفليكشن المزعج ده او الانعكاس المزعج ده؟ الحل هو السوفت بوكس. الحل للريفليكشن المزعج ده هو السوفت بوكس. طيب ازاي نعمل السوفت بوكس؟ السوفت بوكس هو عبارة عن اضاءة اريا وإيها زي اضاءة وهي طبقة من ال يعني طبقة عازلة بتصغر من حجم الريفليكشن. مش هتمنعه لكن هتصغر حجم الريفليكشن، فبالتالي تقدر تستخدمها بدون اي ريفليكشنز. كل اللي عليك ان انت بتضيف الاريا لايت وبتضيف البلين وبتعمل لهم شيفت بي عشان تعمل لهم زي دمج مع بعض، بحيث ان انت لما تحرك البلين تتحرك الاضاءه معاك. بعدين هتدي للبلين اللي تحت دي هتديها ماتيريال ترانسبيرنت. هشرح لك ازاي تعملها دلوقتي. هنعمل يوز نودز وندور على ترانسبيرنت بي اس دي اف. تمام. وهنستخدمها دلوقتي. زي ما انت شايف الريفليكشن اصغر بكتير من الريفليكشن اللي فات، ولو حطيت الاضاءه عاليه برضو نفس الريفليكشن مش هيكبر. وده بيسهل عليك جدا طريقه ان انت تعمل اضاءه على اي ميتال من غير ما يكون في الريفليكشن مزعج او ريفليكشن بيضايق في التصميم. وده زي يعني طريقه سهله جدا تمنع الريفليكشنز دي. ده قبل وده بعد. طبعا السوفت بوكس اساسي انك تستخدمه، هيفيدك جدا. اللايت كولر تمبريتشر، عندك ان انت تقدر تعمل درجات حرارة للإضاءة جوه بلندر. ده شيء جميل جدا ويفيدك جدا. هتستخدمه سواء انت عايز تعبر عن المكان ده اذا كان هو مكان في الشمس، مكان في البرد، مكان ليها استخدامات كتيرة جدا. كل اللي انت بتعمله ان انت بتجيب نوت اسمها بلاك بادي، بتتحكم في الدرجة بتاعتها. طبعا ممكن تخش على جوجل ممكن تكتب الدرجات بتاعتها وانت تشوف الدرجات وتحطها على طول. تقدر تخليه احمر، ازرق، اصفر، احمر. حرفيا سهل جدا وسهل التحكم بيها ان انت تخليها اي لون انت محتاجه. الموضوع سهل جدا، هيسهل عليك حاجات كتيرة جدا بدل الادوانس اللي ممكن تضيفها. الموضوع مش صعب، كل اللي عليك انك تدرس اساسيات الاضاءة. فده مثلا عندك تدرس الإضاءة زي الاي اي اس اللي هي اللي بتستخدم في المشروعات الكبيرة بتاعة التصميم الهندسية الانتريور، أو ممكن حتى تكتب على جوجل بس أساسيات الإضاءة وتتعلم عنها. في الآخر ده 3 دي ودي مساحة إبداع والتغيير مفتوحة. وأنا عامل لك سيرفر ديسكورد هتلاقيني موجود فيه أساعدك لو عايز أي حاجة، وهتلاقي ملحقات تساعدك، هتلاقي شات نتكلم فيه عشان نساعد مع بعض، هتلاقي فيه فويس ممكن ندخل أنا وأنت نتكلم عشان نساعدك في التصميم. ده الانستا. وابعتوا اسئلتكم على الانستجرام بتاعي. ولو احتجتوا سيرفر الرابط بتاع الديسكورد او اي حاجة مني اضاءة فيديو بتاع هتلاقوني موجود على الانستجرام برد على اسئلتكم على ستوري او حتى بجاوبكم على الخاص. ممكن تسألوا اي حاجة وهجاوبكم، او حتى ممكن اعمل يعني السؤال بتاعكم ده فيديو. اكتبوا لي اي حاجة على الانستجرام وانا هرد عليكم، برد على الكل. وإن شاء الله الفترة الجاية هنرجع نعمل حاجة قوية وهنرجع القناة أحسن من الأول، وهي هنظبط محتوى القناة هيكون محتوى جميل إن شاء الله هينال إعجابكم. أشوفكم بعدين. خلي بالكم من نفسكم، يلا باي باي. السلام عليكم.